السلام عليكم. وأنا صغير كانوا يشتكوا مني أن أنا شاطر وأحفظ لكن كثير حركة. قرروا في البيت أنهم يستغلوا نشاطي الزايد هذا ويوجهوني بطريقة أي أسرة محترمة نحو حب الوطن بكل أطيافه وفصائله دون استثناء، نظرا لأني أتحدى أي أسرة في اليمن ما يكون أفراد أسرتها بالكامل ينتموا لطائفة واحدة أو جماعة معينة، حتى لو كانت الأسرة كاملة منتمين لنفس الحزب أو الجماعة أو الطائفة يحصل نسب ويناسبوا من شريحة مختلفة وهكذا. أهلي علموني أن حب وطنك بالكامل المندرج تحت كلمة مكونة من 3 حروف، وأن هذه ال3 حروف أطهر حروف في العالم، وأن العلم اليمني مقدس أكثر من كفنك، وأن السلام الجمهوري هذا بطاقتك الشخصية. هذه تربيتي. أمي مدرسة وأبي رجل أمن. كيف بتكون تربيتي؟ أكيد يعني بطلع فاهم هذه القواعد وطابعها في راسي. أهلي نسيوا يفهموني إيش يعني عنصرية وسلالية وحزبية وطائفية، وكذبوا علي أن الوطن بخير. الله يسامحهم. من وقت ما دخلت هذا المجال وأنا فاهم إن أنا يمني أحب وأحترم كل اللي ينتمي لهذا الاسم حتى على مستوى أصناف الأكل. المهم كنت وأنا صغير ألعب وأجري وفرحان بالشهرة والكلام الإيجابي والدعم والأمور، لكن كان في كلام سلبي كثير وكانوا أهلي ما يقولوا لي عليه علشان خايفين علي لا أكون إنسان معقد ولا إنسان حاقد. كنت أسمع أمي دائما تقول خليه يحب بلاده، إلى أن يخرج منها يخرج وهو يحب وطنه أحسن من أنه يكون بلا هوية ولا انتماء، وأنا أصلا مش مهتم. الآن كبرت وعرفت أشياء كثيرة ما عرفوها لأهلي، وعرفت وطني. بدأت أسمع وأشوف كلام الناس الواقعي، ولو ما شفته وسمعته يتولى أصحابي مهمة توصيل الكلام لي مع خدمة التوعية الشخصية، يعني يوصلوا لي الخبر مع إرفاقه بنصيحة شخصية من كل موصل وكلا حسب انتمائه وتوجهه. الله يسامحكم يا أبي وأمي، بس طلع إن اليمن فيها من كل بستان زهرة، وأنا مش عارف فين الزهرة أصلا. كل ما تاخذني موجة يردوني ويقولوا لي اثبت أنت مكانك مش هنا، ويشلوني ويطرحوني بمكان وهمي مالوش علاقة بالواقع المر اللي كلكم تعرفوه. وجدت نفسي أحارب ناس يفرضوا علي توجهاتهم السياسية، وناس يشتوني أتبع توجهاتهم الاجتماعية، وناس لهم توجهات أخلاقية سوقية دونية ويتفاخروا بها، ومطلوب مني أسلم لهم أمري وأسكت. وأنا أصلا مش فاهم شيء. أرجع البيت أفتح الفيسبوك، وبدل ما أدور شيء مفيد أطور فيه موهبتي اللي حكيت لكم عليها أول الفيديو، أجلس أتعمق بكل التوجهات وأبحث وأشوف أنا فين مكاني بينهم، إلى أن أصبحت إنسان في موقع الدفاع الدائم. وجدت نفسي أنا دائما مضطر أدافع، طول الوقت أدافع. اللي يتهمني بالسلالية ويهاجموني بالتعليقات والمنشورات ويحاربوني في رزقي وعملي، واللي يتهمني بشرفي وعرضي ويلفق لي الإشاعات ويطالبني أكون معهم ولا بيقلب الكل ضدي، واللي يشتي يعمل مني عقل تجاري أمشي مع الكل أهم شي مصلحتي ويا ليتنا فلحت. المهم موجة تشلني وموجة تحطني، وأنا أصلا رافض الكل. إلى قبل فترة أتفاجأ بوجود شوية شباب هكذا ما أنا داري إيش أسميهم. هم مجموعة شباب ما عندهم وظائف ولا مزوجين ولا عندهم أسر، يناموا النهار ويصحوا الليل، يخزنوا كل يوم بمكان ويتواجدوا في كل مكان وعلى كل صفحة بالفيس وفي كل تعليق. كل مهمتهم تهديد الشباب، انتبه إحنا جماعة اللي ما يسمع كلامنا نمسحه من على وجه الأرض. طبعا أنا رفضت حتى الكلام معاهم، وكانت النتيجة حملة التشويه اللي حصلت لي مؤخرا. اللي أنا مقهور منه إنه برغم معرفة الناس بأن هذه الشلة شلة فاسدة وإن كلامهم كلام سوقي خارج عن العادات والدين والتقاليد والأخلاق، إلا أنهم كالوا علي الاتهامات لمجرد أن أنا رديت عليهم بنفس أسلوبهم وبكل بساطة اعتبروني منهم. عموما شكرا لكل من وقف معي بكلمة طيبة ولا ساندني بتعليق طيب ولا منشور. ربنا يحفظكم ويسعدكم. البعض منكم اعتبرني ابنه وأخوه ودعمني وساندني وأعطاني من وقته ومجهوده، واللي هاجموني واتهموني قلتكم الله كيف أنا. عرفت ألعب بكم رفعات، رويتكم من أحمد الشامي بدون ما أتعب نفسي، ولو أن البعض يقول علي متكبر ومغرور، بس اللي حولي وقريب مني عارفين ابن من أنا. أما الناس اللي اتهمتني ووقفت ضدي وهم عارفين إنه هول الناس مجرد ناس ما فيهم خير، فأنا بصراحة مش ملاقي مبرر لحقدهم هذا، وأقول لهم عيب عليكم وراجعوا أنفسكم. ذكرتوني بقصة الولد اللي كان يسرق السجاير من أبوه كل مرة وأبوه يفلته ويضرب أخوه الكبير. صاحب القصة يقول في أيام الطفولة كنت أسرق سجائر من أبي، فكان أبي يلاحظ النقص في علبته، وكان يوجه أصابع الاتهام إلى أخي الأكبر ويوسعه ضربا دون أن يشك بي البتة، على الرغم من أن أخي الأكبر كان يقسم لأبي بكل المقدسات
لكن أبي لم يكن يصدقه. وفي إحدى المرات نصب أبي كمين وأخذ وضعية النوم ينتظر مجيء أخي لسرقة السجائر حتى يقبض عليه بالجرم المشهود. لكن المفارقة أنه ألقى القبض علي ودون أن يفعل لي شيء. قال: أنا متأكد من أن أخاك الأكبر هو من بعثك لتسرق له السجائر. فذهب وأوسع أخي ضربا مرة أخرى. دمتم في رعاية الله حبايب قلبي.